هي إيران من جديد تحاول الاطلاع بدور الوسيط في الأزمة السورية، فبعد مشاركة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في الاجتماع الذي دعت إليه بلاده في مصر لمجموعة الاتصال الرباعية، توجه إلى العاصمة السورية للقاء الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بحثا عن حل للأزمة. الوزير الإيراني التقى الأسد بعد اقتراح بلاده إرسال مراقبين من دول مجموعة الاتصال إلى سوريا، وهو خلص في كلامه إلى أن الحل يكون فقط في سوريا بالمشاركة والتنسيق مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية. الرئيس السوري أكد من جهته أن المعركة في سوريا لا تستهدفها وحدها، بل تستهدف منظومة المقاومة بأكملها، كما أبدى انفتاحا في التعامل مع كل المبادرات، مشيرا إلى أن نجاحها يكون بالنوايا الصادقة التي تحترم سيادة البلاد وترفض التدخل الأجنبي. في مصر التي وصل منها صالحي، أقر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بفشل المساعي التي سعت إليها الدول العربية حتى الآن بانتظار لقاء الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتقديم تقرير عن محادثاته في دمشق. ميدانيا، نفذ المقاتلون المعارضون في حلب هجمات متكررة على مراكز تابعة للقوات النظامية في وقت أفيد عن انسحابهم من أحياء في جنوب دمشق. من جهة ثانية، أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل تشكيل أول كتيبة من المسيحيين، هي كتيبة أنصار الله في ريف دمشق. في هذا الإطار، أعلنت منظمة العفو الدولية أن المدنيين ومن بينهم عدد كبير من الأطفال هم الضحايا الرئيسيون للهجمات التي يشنها الجيش السوري بشكل متواصل وأعمى. على الحدود مع تركيا، أصيب 3 أتراك برصاص مصدره معبر تل الأبيض الحدودي، حيث أوقع المعارضون